السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ربنا يجعل نهاركم هادي ونادي وكل خير وسعاده وحب يا رب عليا وعليكم وعلى امه محمد. بصوا بقى النهارده دي صينيه رز هندسها في الفرن، والحله اللي على النار اللي قدامكم دي فيها فرخه بتتسلق. ماشي. النهارده بقى ايه؟ هم طلبوا مني في البيت رز مدسوس في الفرن في الصينيه، وانا بعمله حلو قوي 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 قوي. قلت ماشي. طلبوا مني كمان ملوخيه خفيفه، فالنهارده بقى ايه؟ غدانا هيبقى ملوخيه وصينيه رز مدسوسه في الفرن. والفراخ بقى انا بدات دلوقتي يا جماعه ما بحبش احمرها، يعني بعملها كده بطريقه دلوقتي اللي تشوفني وتشوف الطريقه دي وتعملها هتعجبها قوي قوي قوي، خصوصا الناس اللي عندهم مشاكل في المعده كده. بس وانا بعمل صينيه الرز دي دلوقتي عاوزه اكلمكم في حاجه، يعني وانا بعمل الغدا النهارده قلت اكلمكم في موضوع كده بيضايقني، واكيد مر على يعني على 3/4 وبيضايق. مش كل حاجه بنعملها بالزياده بتبقى صح، مش كل حاجه. الذوق الزياده مع الناس اللي ما تستاهلش مش صح. لما تعملي مثلا تهتمي بحد زياده عن اللزوم مش صح، لما تقدري حد زياده عن اللزوم مش صح. لان في ناس بتفسرها، يعني بتفسر تقديرك ان ده شيء عادي، بتفسر ان مثلا لما انت تكوني مهتميه ان لا عادي. مش كل حاجه بنعملها بالزياده ان انا اقول مثلا انا ابقى ذوق بزياده عشان يقولوا اه والله دي ست ذوق قوي. لا، مش مع كل الناس يا جماعه، مش مع كل الناس. ان انا اكون صاحبه واجب قوي عشان اتقدر برضو يتعمل معايا الواجب واتقدر زي ما انا بقدر. لا يا جماعه والله مش مع كل الناس. في ناس بتفهم ده غلط، في ناس بتفهم ده غلط، في ناس بتفكر ان دوت حق مكتسب. فاهميني؟ يعني في ناس تفكر، وساعات في بقى ناس تانية بتفكر ان ده جبن او عدم شخصية. يعني في ناس بتحسبها غلط. يعني انا بحس ان انا لما بتعامل مع الناس زي ما امي ربتني بتفهم غلط يا جماعة، والله بتفهم غلط. يعني انا بتعامل زي ما امي ربتني انا بتفهم غلط. وعاوزه اقول لكم على حاجه تانية، يعني ان الادب الزياده ساعات كمان بيفكروه جدا. ولما انت بتكون محترم زياده عن اللزوم او اتربيت على كده، لا يقولوا ده جبانه، لا دي ما بتقدرش تتكلم. لا هو مش جبن ولا حاجه، بس انا يعني بتكلم كده عشان انا حصل معايا موقف ضايقني قوي قوي. وبصوا قلت وانا بعمل في الاكل كده احكي لكم، وعاوزه رايكم في الكومنتات والتعليقات. بس وانا بتكلم كده عاوزه برضو ايه عشان ما تروحوش مني، عاوزه اقول لكم على حاجه مهمه. دي صينيه الفراخ، انا مش هحمر الفراخ في الزيت ولا بسمنه ولا حاجه. انا بجيب كيس صلصه اهو، كيس الصلصه اللي في ايدي ده، وهحطه في الطبق اهو فضيته، وهحط عليه نطره فلفل يعني بص ربع، يعني ايه، ذره ملح، وهقلبها كده مع بص معلقه صغيره سمنه او زيت زي ما بس معلقه صغيره هتتحط على الفرخه كلها، مش زي بص اهي الصلصه اهي. هحط عليها نطره بس الميه ديت ان انا ايه بفكها بس كده، بفكها كده عشان الصلصه بس تفك. بقلبها كده، وبعد كده هاجي احط عليها بقى ايه نطره الفلفل وذره الملح ومعلقه صغيره كده سمنه، وحاجه احطهم على الوش ومدخلاهم في الفرن مع صينيه الرز عشان كله يطلع مع ايه، يعني كله ياخد ايه سوا واحد. ادي الفلفل اهو، وهنحطه بقى ايه السمنه زي ما قلت لكم، وتندهن
بقى ايه وشك. بصوا بقى عشان خاطر بس ايه الموضوع ده مضايقني قوي. في ناس والله العظيم بتفكرني انا لما بتعامل معاها بذوق ان ده جود مني، او في يعني. وساعات لما مثلا ان انا بطنش على اي موقف جرحني او حد هني ان انا جبانه. انا مش جبانه، بس انا بحب ادي اللي قدام مني فرصه مره واثنين وثلاثه، عشان ساعه ما باخد القرار ان انا ببعد بقى. لان الا الاهانه الا ان حد يهني ويحسسني كده ان انا ايه، لا مش مشكله عادي، ده حق مكتسب لي. ان حد يهني عادي، ان حد يجي عليا عادي. ما هي ساكته، ما انا ساكته عشان انا ببقى ايه، بقول اسكتي يا بنت. يمكن ده ما خدش باله المره دي، يمكن المره دي مثلا سهى عليهم، يمكن بقعد كده التمس العذر وادي الناس الاعذار واقول يلا يمكن ما كانتش تقصد، يمكن ما خدتش بالها، يمكن بس بحس ان هي بلاقي اللي قدام مني يعني ايه بيتمادى. يعني ليه الواحد لما يلاقي حد معاه ذوق كده وكلامه وتصرفاته كلها فيها تقدير واحترام، ليه ما يبادلنيش نفس الشعور؟ ليه ما يبادلنيش ليه ما يبقاش زيي؟ ليه بيفكروه دايما ان ده حق مكتسب او يفكروه جبن؟ ليه؟ نفسي افهم انا، عشان يعني انا مش عاوزه اقول لكم الموقف اللي حصل معايا عشان انا عاوزه انساه. يعني انا عاوزه انسى، بس قلت من زعلي كده قلت ايه افضفض معاكم وانا بعمل الاكل، عشان انا بعمل اكل وانا من جوايا والله العظيم بغلي، لاني ما اعرفش ليه الناس بقت وحشه، وبحس كده ما اعرفش في ايه، مش عارفه في ايه. حتى اللي هو يعني مثلا لما الواحد يجي يطلب من حد طلب ب10، لو انت ما فيش من وراكي مصلحه مش هيعمل لك الطلب. لازم يكون في من وراكي مصلحه، لازم يكون هو هيشوف ياخد منك ايه عشان يعمل لك ايه. لكن لوجه الله كده او مثلا جدعنه، لا. احنا بقينا دلوقتي في زمن قليل فيه اللي بيبقى ده، يعني ممكن بيتعدوا على الصوابع. يعني الواحد لو يعرف 100 هيلاقي من وسط 100 يا واحد يا 2، والباقي مفيش خالص. بقينا في زمن عجيب، بقينا في زمن اللي بيقدم مصلحة لازم ياخد قصاد منها، لازم يكون عاوز منك مصلحة. لكن لوجه الله دي، او مثلا ان انا بقف جنب حد في دقيقة وربنا يعني زمان كانوا يقولوا ايه، انا اعمل الطيب وارميه البحر، انا اعمل الطيب وربنا هيقعده لعيالي، انا اعمل الطيب وان شاء الله ربنا يجازينا. لا 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 لا، ما عادش حد بيفكر بالطريقه دي خالص، ما عادوش بيحسبوها كده خالص، بيحسبوها بطريقه تانية، بيحسبوها انا هقدم ايه عشان اخد قصاده ايه، انا هعمل ايه عشان اخد قصاده ايه بس. لكن يعني دلوقتي بقى زمن المصالح. يعني نادرا لما تلاقي حد بيعمل حاجه لحد بحب. يعني لدرجه ان انا دلوقتي بقيت اقول لو الواحد في حياته حد واقف جنبه بحب وبيخدمه بحب، يمسك فيه بايده واسنانه، يمسك فيه وبص، يبقى ده كنز، ده تبقى نعمه من عند الله. لما الواحد يلاقي حد بيحبه وعاوز يقف جنبه من غير ما يكون عاوز منه اي مصلحه، هو عاوز يقف جنبه كده من غير اي مصلحه، من غير اي حاجه، محبه. فدي اللي في حياته حد كده، والله ديت نعمه كبيره قوي 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 قوي. لان احنا بقينا في اخر الزمان. يعني انا بتكلم الكلام ده لان انا اقول ايه، انا مش عاوزه ان انا يعني مش عاوزه الفيديو يكون فيه كآبه ولا تتخانقوا مني، بس والله العظيم يعني انا مش عاوزه احكي لكم اللي حصل معايا، لان لو حكيت لكم مش هتصدقوا.
بس انا بتكلم كده برضو في العموم، عشان زي الموقف اللي انا مريت بيه، اكيد اللي بيشوفوني بيسمعوني دلوقتي مروا بموقف يمكن زيه او يمكن يكون اكتر منه، عشان على رأي المثل بيقول من شاب بلاوي الناس هنت عليه بلوه. بس انا يعني بقيت دلوقتي بحس ان لو في حياة كل واحدة حد طيب بيحبها، عاوز يقف جنبها بجد، تثبت فيه بايديها واسنانها، لان دي نعمة، ده رزق من عند ربنا، رزق من عند ربنا لما تلاقي حد واقف جنبك محبة مش مصلحة، ده رزق من عند الله. يعني دي بتبقى نعمة كده، رزق، ربنا بيجعل الرزق مش في الفلوس، رزق في فلوس ممكن، في صحة، في زوج، في أصدقاء، ده برضو رزق. لما تلاقي كده في كده ناس كده واقفين جنبك بيدعموكي، مش عاوزين منك أي حاجة، هم واقفين جنبك بس بيدعموكي كده محبة، دي يعني مش قادرة أقول لكم الإحساس ده بيكون قد إيه حلو، قد إيه يعني اللي مر عليها الموقف ده ولقيت حد واقف جنبها كده محبة، قد إيه بتحسي، مش قادرة أوصف لكم الإحساس ده بيبقى عامل إزاي. لأن أنا يعني لحد وقتنا ده، ومش هقول لكم ما لقيتش حد واقف جنبي خالص، مفيش حد بيعمل معايا حاجة حلوة، بس بتحصل لي ضربات بتخليني يعني احس كده بكسرة قلبي في حاجات، اقسم لكم بالله انا ساعات النوم بيطير من عيني، انا ساعات يعني من كتر التفكير ما بنامش، ببقى بص حاسه ان خلاص، يعني انا بقول الناس دي ربنا خلقها ايه. على العموم عشان ما يكونش برضو الفيديو فيه كآبة وتتخانقوا مني، انا طلعت اهو صينيه الرز من الفرن، والفراخ اهي دخلت على الشوايه بعد ما حطيت عليها الصلصه اهي زي الفل، بعد ما حطيت عليها الصلصه ونطبه الملح والفلفل، وادي صينيه احلى صينيه الرز بقى دي ما اقولكوش يا جماعه، مع الفراخ، وادي الملوخيه اهي، شايفين الحلاوه. احنا عندنا في البيت نحب ناكل الملوخيه دي بالرز، في ناس بتحب تاكلها بالعيش، بس احنا في البيت هنا لا بنحب ناكلها بالرز. وادي الفراخ وادي صينيه الرز وادي الملوخيه. يا ريت بقى لو عجبك الفيديو متبخليش عليا باللايك، واللي اول مره بيشوفني يا جماعه يشترك في القناه وتكتبوا لي كده تعليق حلو، وربنا ما يحرمني منكم يا رب، يديمكم كده نعمه في حياتي. للناس اللي بتتابعني والناس اللي لسه بتشوفني اول مره، يا ريت ما تنسانيش في اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. شايفين الرز؟ بصوا الحلاوه، شايفين؟ والله لسه مطلعاه من الفرن، شايفين يعني مولع شايفين؟ تعالوا بقى اتغدوا معانا. ما تنسيش اللايك، ما تنسيش كده وانت قاعده كده، يعني ما تنسيش وانت تتفرجي على الفيديو تعملي لي اللايك والاشتراك في القناه، وربنا كده يا رب كده يجدمكم نعمه في حياتي، وما يحرمنيش منكم ابدا ابدا ابدا. يلا جمعه مباركه عليكم.